ازيك يا عمي؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا سفينة. ثواني يا عم هجيب لك حاجه. دوق بقى يا عمي طبق الكحك ده وادعي لي. ماشي يا سفينة. لو سمحت يا عمي بدون احراج بس، هو مش حضرتك لحد دلوقتي واكل طبقين كحك ايوه وشارب كوبايه شاي وكوبايه حاجه ساقعه وكوبايه شاي بلبن؟ فعلا. ومن شويه اديتني موبايلك احطه لك على الشاحن، حصل؟ حصل. طيب حضرتك احنا المينيمم بتاع العيديه 200 جنيه. 200 جنيه ايه؟ ده 200 عفريت يركبوك. هو جنيه ماشي ولا؟ لا خليهولك، الجنيه ده لا مؤاخذه تحطه في جيبك. انا لسه جايب لبانة على شكل عين، لما اعمل مقلب في سفينة وبابا واقول لهم ان عيني اتخلعت. عيني الحقوني. عيني. في ايه يا ميمو مالك؟ ايه اللي عمل في عينك كده؟ مش عارف، انا لسه صاحي لقيت عيني كده. نهار اسود، مين اللي عمل فيك كده؟ سفينة يا بابا، هو اللي ضربني في عيني. طب لو حلفت لك على المصحف وقلت لك اني مش انا اللي عملت في عينه كده هتصدقني؟ اكيد لا. تعالى لي يا روح امك. والله ما انا اللي ضربته. كده انا جبت حقي منه، لما اكل العين بقى. الله، دي طعمها حلو. مناخيري بتضرب اخوك يا ابن الكلب. حاسب رجلي يا مناخيري. اخوك اتسعر وكل عينه. لو لقينا الموضوع تاني سهل هنكمل، لقيناها صعب هنقفل ونروح وخلاص. ها المفروض نعمل ايه بعد كده يا بيبو؟ الخطوة الأولى إجراء شقوق صغيرة في البطن. بابا هات حاجه حاميه افتح بيها. ماشي يا دكتور يا اللي مشرفني. شرفني. انا حاسس ان انت هتجيلي زياره في القسم بعيش وحلاوه قريب. خد اهي. مش بقول لك هتجيلي بعيش وحلاوه؟ تمام، كانت سهله دي. اللي بعده. على أن تكون الشقوق أسفل البطن. يا نهار اسود يا بيبو، طب ما تقولي الكلام كله مره واحده، بتعطل في النص ليه؟ معلش يا زميلي، تليفوني كان بيرن. وبعدين يعني هنفتح تاني ودمي يطرطش؟ فداك يا ابني، انا بس عايزك تركز وتهدى وتعمل شغل حلو يا دكتور محمد. يلا. مش هبص بقى. ماشي، كانت سهله دي. اللي بعده. على أن تكون الشقوق في الناحية اليمنى. يا بيبو بقى، يا بيبو ما تقعدش تقطع في الكلام، انا فتحت في الناحيه الشمال. طب ممكن يا ابني نعدي الخطوة دي بسرعة علشان انا خايف على صاحبي قوي، ده ضابط بوليس.